نزلت من سماء القدرة حورية المحمد والخديجة الكبرى. نزلت من سماء القدرة حورية المحمد والخديجة الكبرى. اجت ريا روية زهرة تحفة كوثرية. اجت ريا روية زهرة تحفة كوثرية حورية. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة بضعة مني يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها. يا منزل خديجة باريج الحب تعطى من كل النوافذ وجه الزهرة أسفار. خلكم معانا في الحلقة الخاصة بعنوان مع السيدة فاطمة الزهراء عليه السلام، وإن شاء الله الحلقة تكون في رضا الزهراء سلام الله عليها ونستفيد منها إن شاء الله. محبوبة لحن العندليب سمعه محبوب. السلام عليك يا مولاتي يا فاطمة الزهراء. نزلت من سماء القدرة حورية المحمد والخديجة. يصير يا بنتي البنت أو المرأة متحجبة وتلبس بنطلون ما يليق على هذا الحجاب؟ لا، ما يجوز يا عمي، لازم نلبس محتشم عشان ترضى علينا سيدة فاطمة الزهراء عليه السلام. يا بنتي يجوز الرقص في أثناء قراءة مواليد أهل البيت عليهم السلام؟ لا، ما يجوز، هذا الفعل رقص ما في إكرام حق أهل البيت عليهم السلام. السلام عليك يا مولاتي يا فاطمة الزهراء. شماء الأحمدية. يا بنتي في حديث يقول: إنما سميت فاطمة لأن الله فطمها وفطم شيعتها من النار. هل هذا الحديث صحيح يا بنتي؟ لا يا عمي، الحديث الصحيح ما في فطمها، إنما سميت فاطمة لأن الله فطم من أحبها عن النار، وهذا الصحيح. البعض مع الأسف الشديد أعمار بناتهم على 12 و13 وما يحجبونها، يقولون بعدها صغيرة. بس إلك يا بنتي متى واجب التكليف ولبس الحجاب للبنت؟ يا عمي يجب إكمال 9 سنوات هجرية، وهني لازم تلبس حجاب تكليف الشرعي. ربها اعلن. السلام عليك يا سيدتي يا فاطمة الزهراء. كل العرش كللها. نزلت من سماء القدرة حورية. بس إلك يا بنتي بعض البنات لما يروحون الزيارة في الأماكن المقدسة والحسينية يلبسون العباية ما يحطون مكياج، بس نشوفهم لما يروحون الدوام وفي الأماكن العامة يحطون المكياج وما يلبسون العباية. هل هذا يجوز؟ لا يا عمي، لازم ما نحط المكياج، ولا يجوز لنا نحط المكياج لما نطلع برا البيت وفي كل الأماكن. لما نحط المكياج برا البيت ما ترضى علينا السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام. بس إلك يا بنتي في بعض النساء مع الأسف الشديد يحضرون داخل الحسينية إذا كان مناسبة أهل البيت سلام الله عليهم أو في كان فاتحة يحضرون سفور مو لابسين حجاب. هل هذا الفعل مناسب للمكان المقدس الحسينية؟ لازم تحترم المكان المقدس عمي، وتلبس الحجاب احترام حق أهل البيت وحق وجود الزهرة عليها السلام. محمد والخديجة الكبرى. محاسن جوهرية. السلام عليك يا مولاتي يا فاطمة الزهراء. علشان ترضى علينا مولاتنا فاطمة الزهراء عليها السلام علموا بناتكم على طريق محمد وآل محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وين القايل ابتر
اجت بضعة نبينا وياها 11 نور أيمتنا السفينة. على جنح النبوة اجت تقوى على تقوى قبل آدم وحواء. اجت تقوى على تقوى معصومة محفوظة بحجاب العفة معصومة كل هذا الوجود تشرف